عليكم. من سنة 93 94 التلفزيون المصري عليه برنامج لمذيع كان بيطلع مع سنين السوسي. وسنين وقدمت هو انا مش متذكر اسمه دلوقتي، بس انا هستنى لما يرجع من الفاصل واشوف اسمه. هما دلوقتي بيتكلموا ان هما بيريحوا عمال النظافه وبيقولوا عندهم ورديه من 8 ل 11 ومن 1 ل 5. معنى ذلك ان انت حسبت له اليوم 9 ساعات مش 8 ساعات. ده اول بند. ال8 ساعات فيهم ساعه بريك، يعني انت الساعه اللي اديتها له دي وبتقول ان انت وفرت عليه، انت ما عملتش حاجه غير ان انت زودت عليه ساعه يقعدها عندك في الشغل عشان ما يظهرش في الشمس. لشروط الدولة المصرية باللغة ليه؟ لان انت خليتهم ساعتين من 11 ل1. فانا مش شايف اي احترام ولا اي انسانيه ولا اي حاجه. وعود زي ما بيقولوا كده ايه، بتضحك عليا. انا اللي شايل برضه وانا اللي قاعد، ده لو انا مكان العامل. زي برضه الناس اللي عندنا بتشتغل في طائفه المعمار 9 ساعات وعايز البريك ساعه برضه. طب ما انت كده خدت ساعه في الاسبوع 6 ايام ب6 ساعات. 6 ساعات دي يعني يوم شغل يا كبير بيوميه على طول. يعني انت كل اسبوع عايز تاخد لك 600 700 جنيه من كل واحد شغال عندك، زياده عن اجرك، زياده عن حقك. ده يا ابني مش اصول ولا انا هعتمدك في المستقبل. يعني انا اي شركه هتخش لي كده ببند 12 ساعه وبيدي مرتبات 8 ساعات او 9 ساعات وبيدي مرتبات، واللي شغال 8 ساعات وبيدي نص ساعه بريك والكلام ده، انا مش هعتمده في الورق الجديد. هبهدله وهعسفه زي ما كان معسف الناس. اما يرجع بس من الفاصل. طبعا البرنامج رجع. هو حاليا على الهواء مع استاذ سامح، الفنان سامح. طبعا الفنان سامح دوت كان في فيلم الرهينة، كان مسؤول السفارة. تمام. استاذ سامح ضيفي العزيز معايا في الاستوديو، هو مش ضيفه بصراحه، صاحب بيت، يعني استاذ عماد الدين حسين. استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشعب برضه، وراجل ليه وزنه في البلد، ومبين على طريقه كلامه ان هو حد محترم. يعني كام وقتها يا ريس لما شفت هذا الجهاز السحري قدام في اول مره؟ لا كان حاجه جاذبه وما كناش بنقوم من قدامه وابتدينا الزوم بقى. استاذ سامح استاذ سامح الغبي موصل اللابتوب موصل الجي بي اس على بطاريه اللابتوب. يعني ايه اما اللابتوب بيفتح الجي بي اس هيقرا؟ هذا الجهاز السحري كنت عايز اقول له جوايا يا جدع ازاي يعني. انا عارف انك سمعت. ما يا باشا ملوش دعوه، هو هياخد بالبطاريه ازاي يعني؟ انا عايز افهمها دي. اسمها سارق الاي بي بتاع اللوكيشن بتاع اللابتوب، عشان كده لما اللابتوب بقى يفتح الجي بي اس هيشتغل، لكن هو لو موصل جي بي اس على البطاريه هيشتغل من قبل ما اللابتوب بيشتغل وهيسحب من البطاريه. ده كان موقف كوميدي ليه بفتكره دايما بالموقف ده. يوم الاحد كنا بنشتري الاكواد، كان بالنسبه لي انا كراجل باحث انا اندهشت. فده كان كنز عظيم ان انت تيجي ويوم الاحد ويوم الخميس الساعه 5 المغرب في فيلم القناه الاولى فقط، وبعد كده القناه الاولى كان يجي عليها اسمها ايه دي، شمس الزناتي وهزيمه الشيطان، كنت استناهم دايما. بتوجه للشباب، بتوجه للعموم، القناه الاولى والقناه الثانيه والسياسه، يعني كان مواضيع قديمه قوي من زمان، غير الحفلات اللي على الهواء اللي كان بينقلها. طبعا انا دلوقتي انا عارف المذيع ده، بس نفسي افتكر اسمه لان انا عندي مشكله في الذكريات، بنسى بسرعه. يعني ممكن واحد بيقول لي اسمه بعد ما يقوله انساه، وهو قاعد معايا في نفس القعده، مش ممشيش مثلا ولا حاجه. انا لحد دلوقتي مي فاكر اسم المذيع، فانا ما قداميش غير ان انا اعمل ايه، احاول اخد معاه سيلفي، بس مش هينفع طبعا عشان ايه الف الكاميرا وبتاع، الزاويه عندي مش مظبوطه شويه. الانجاز الكبير اللي عمله منتخبنا الوطني. انا هسالك عليه يا استاذ سامع، بس طبعا كنت عايز اقطع. هو البرنامج اسمه من مسبيو، يعني شبه ملوش اسم. انا سمعت عنها، انا ما حضرتهاش، انتوا حسيتوها مش باين على اسمك مع اني مش باين عليه. على ذكر المنتخب وانجازه العظيم،
بس بجد والله في ناس كتير جدا في الدوله مش شغاله. يا ريت كلنا نشتغل مع بعض عشان نخرج بحاجه كويسه للشعب، لو احنا فعلا شغالين عشان خاطر الشعب. اعلام، جيش، شرطه، محليات، وزاره التموين، وزاره الميه، وزاره الري، وزاره الزراعه، كل الوزارات. طبعا انا عارف ان في ناس منكم بتعاني من قله المرتبات والحاجات دي، بس انا ما قداميش حل. لو انا بشتغل على برنامج رئاسي، بعمل برنامج رئاسي كراجل باحث بجد، انا ما قداميش غير وزاره الزراعه اللي هو ادعم لك المنتجات اللي انت بتستخدمها يومي عشان خاطر تقدر توفر قرش. دي حقيقه. وبرضه تكلفتها مش كبيره لان الارض بتاعتنا والميه بتاعتنا، ما قدامناش بس غير خط انشاء. طبعا ربنا يوفق الجميع وربنا يولي الاصلح، مش هنقول اكتر من كده. بس برضه انا مش راضي عن احوال البلد بامانه. وديني قاعد اهو اخش اعلق لكم على القناه بتاعتكم، ما فيش حد يا ابني بيتحبس. قول رايك بمنتهى الاحترام والادب وشوف رايك الكامل، وقول رؤيتك بمنتهى الوضوح. ما تحاولش تقول لحد تعرض حد للخطر. حاول توضح له انه ممكن عقلك يوديك في حاله خطر يخليك تسوء من سوء الوضع او من ظلم حد او من الحاجات دي. كن عاقل واطلب حقك، ومحدش هيقدر يتعرض لك طول ما انت بتطلب حقك. انا بقالي كتير جدا بتكلم وبقول ان انا عايز اعمل برنامج رئاسي وعايز اترشح للرئاسه وسني صغير ولازم الموضوع ده يتغير، يبقى مثلا على 35 سنه بدل ال 40 سنه عشان اقدر اخش، وهفضل اسعى في ده لحد ما تيجي الانتخابات الرئاسيه الجايه. هفضل اسعى في ده وان شاء الله هحققه على ارض الواقع. نتقابل في حلقه تانية، او لو الاستاذ يتكلم في برنامج على القناه الاولى مسبيرو. جزيلا فنان سامح الصريدي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه مش هيقول اسمه بقى. خليني اقول لحضراتكم بقى، طلع في اللقاء مع السيسي. من الاخبار الجميله والله ما كنت ساكت، كنت عايز اتذكر اسمك والله. يعني يمكن كنت امبارح بس انا هخش اجيبه دلوقتي وانزله مع اسم الفيديو. انه المبنى ده بعتذر لك والله على الذاكره اللي اشبهت بذاكره السمك. المبنى ده فيه كنوز